صباح الخير وسلام عليكم. الفيديو ده استنى اشيل الصوت. الفيديو ده فيديو عزيز على قلبي قوي، علشان انا بديكوا بالمعنى الحرفي ملخص انا عايش الدنيا دي ازاي. يعني كل فكرة وكل قرار وكل حاجة في حياتي ماشية على المبدأ وطريقة التفكير والمايند سيت اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي دي. واولا انا عايز اوضح حاجه. انا هبقى ماسك الموبايل وانا في الفيديو ده عشان انا كاتب نوتس كتير على الفيديو ده. عايز اوضح حاجه في الاول قبل ما اخش على الفكره والمبدا دوت. انت هنا في الدنيا لوحدك وهتتحاسب لوحدك. يعني ايه؟ ده مش معناه ان انت هتبقى، ده مش معناه ان احنا مش هنتحاسب، ده مش معناه ان انت اخوك المسلم جنبك وهيتحاسب يوم القيامه وكل حاجه. مش قصدي كده، او الناس كلها قصدي يعني، بس مش قصدي كده. انا قصدي ان انت كواحد لوحدك بأعمالك بتفكيرك بكل حاجة هتتحاسب عليها، ومفيش أي حد تاني ليه دعوة بحاجة. وبالمعنى الحرفي زي ما في القرآن قال، مش هقول الآية بالظبط عشان مش حافظها. لو أنت يوم القيامة أنت ولا تعرف أبوك ولا تعرف مامتك ولا تعرف أخوك ولا تعرف أي حد، وكل واحد لحاله، كل واحد هيتحاسب على حياته وعلى الحاجات اللي عملها. واكزامبل بسيط عشان بس افهمك الحوار دوت. ان انت مثلا لو بتشرب سجاير، فانت يوم القيامه يوم ما بتتحاسب ربنا مش يجي يقول لك انت اللي بدأك سجاير او اللي جه معاك يشرب سجاير او اللي عرفك على السجاير دوت كان مقنع جدا الصراحه، وانت كنت في وقت وحش جدا، فلا الصراحه خلاص تمام يعني ما بتشيش كده خالص، وانت مسؤول عن كل حاجه انت بتعملها في حياتك. ده كده ايه؟ عشان نعرف نخش على المبدأ. اهم مبدأ نعيش بيه في حياتنا كمسلمين، هو كأي حد بس كبالذات مسلمين وكشباب، عشان كلامي موجه للشباب، بس كأي حد، ان انت لازم تبقى عايش حياتك بتتحسن في كل اسبكت بالمعنى الحرفي في حياتك. يعني ايه؟ يعني انت اولا كمسلم انت لازم تبقى مسلم قوي جدا. وانا مش بس قصدي حرفيا، انت كمسلم انت لازم تبقى قوي قوي، ان انت تعرف تدافع عن نفسك وفلوسك وعيلتك ودينك وكل الحاجات دي. انت كمسلم لازم تبقى قوي قوي من الناحيه دي. بس انت برضو كمسلم لازم تبقى قوي قوي في التحكم في نفسك، تحكم في النفس الاماره بالسوء، تحكم في غرايزك كحيوان. انت لازم تكون متحكم في الاكل والشرب اللي بتاكله، في المحرمات اللي ما بتقربش منها، وتبقى قوي في ان انت تبقى ماسك نفسك كمان. ودي تعتبر من الغرائز برضو، ان انت تبقى نفسك من ناحيه البنات، ومن ناحيه ان انت هدفك في حوار البنات صرف ان انت تدور على بنت ذي خلق ودين. اولا ايا كانت انت بتعمل ايه في حياتك، وما تبقاش فاهم اللي هو بالانجلش لاست، ما تبقاش حاجه انت ايه، مش عارف يعني ايه بالعربي، بس اللي هو تعرف تتحكم من نفسك من ناحيه الايه البنات، احنا بالذات كرجاله يعني. طبعا وطبعا البنات كمسلمين لازم يتحكموا كفكرتهم عن الرجاله، وان لازم تدوري على راجل مسلم في المبادئ اللي احنا بنتكلم فيها دي. طيب ودي كلها حاجات عملاقه يعني، انا دي كلها حاجات انا محتاج اجتهد فيها اكتر وافهم فيها اكتر، وليها فيديوز لوحدها اصلا، وكل الحاجات اللي انا هكمل فيها كلام يعني. بس طيب وايه تاني؟ انت كمسلم محتاج تبقى قوي جدا ماديا. يعني انت كمسلم اولا انت لازم تكون تعرف تبروفايد لعيلتك، لازم تكون مأكلهم احسن اكل، وعايشهم احسن عيشه واحسن علم واحسن دراسه واحسن كل حاجه، فاهم؟ انت كمسلم لازم تكون بتسعى لحاجه زي كده، ان انت تبقى ماديا بتبروفايد لايف للناس اللي حواليك كلها،
وكواليتي اوف لايف كويسه وكل حاجه. وال واللي بالنسبه لي حاجه بقى حلوه جدا في التفكير فيها، ان انت تبقى وسيله ربنا يساعد بيها الناس. اذا كان ان انت تعرف مثلا تشغل ناس معاك وتحتيك وكده، ان انت اذا كان في شركتك يعني او ايا كان، وان انت تبقى فلوسك هي ربنا بيرزق حد بيها، ان انت مثلا بتعمل عمل خير وبتتصدق وبتساعد وبتعمل، انت ربنا بيرزق ناس بيك. ودي حاجة بجد. ودي حاجة من احلامي في حياتي ان انا احققها، ان انا اعرف اتكفل بيتيم، اذا كان ان شاء الله ربنا رزقني اعرف اتكفل بكذا يتيم. فدي كلها حاجات انت كمسلم لازم تكون بتسعى لها جدا. طيب حاجه بقى ترجعنا للبوينت اللي قبلها، اللي هو التحكم فيك كمسلم، ان انت تعرف تتحكم في مشاعرك. دي كان لازم ليها بوينت تانية. مشاعرك دي حاجه احنا بنتعلمها موستلي من الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد بتبص على ازاي هو كان يعني بتدرس بالمعنى الحرفي ازاي هو كان بيتعامل مع الحاجات اللي في حياته، وازاي كان بيتعامل مع الناس، وازاي كان بيتعامل مع الوحش، وازاي كان بيتعامل مع الحلو، وازاي كان بيتعامل مع الغضب. نقطة الغضب بقى لوحده دي محتاجة دقيقة. غضبك ده كمسلم انت دي حاجة من الحاجات اللي الناس ما بتشوفهاش فيك خالص. حاجة من الحاجات اللي هو انت غضبك ده مستحيل يطلع ولا على عيلتك ولا على صحابك ولا على مراتك ولا على عيالك ولا على شغلك ولا على اي حاجه. غضبك ده انت بني ادم ما بتغضبش. ليه؟ علشان في حاجات انت كمسلم هتغضب. تغضب وانت بتدافع عن عيلتك، تغضب وانت بتدافع عن دينك. والغضب متحكم يعني مش غضب اللي هو انت ماشي تعالى بقى انا بقى فيا طاقه مش نيجاتيف، بس اللي هو ايه طاقه انت هتتحكم فيها انك تطلع منها الباور، تطلع منها الحاجه الصح. في ان انت بتدافع عن عيلتك ونفسك ودينك، ده الغضب. بس غير كده انت بني ادم متحكم بكل ذره في جسمك وفي كل فكره ومشاعر في حياتك، فاهم؟ بس واخيرا دي البوينت الاخيره اللي انا فكرت فيها في الفيديو دوت. وطبعا throughout الفيديوز بتاعتي وثroughout حياتي انا في حاجات كتير قوي هتكلم فيها، وزي ما قلت لك انا فعلا كل بوينت من البوينتس اللي انا بقولها في الفيديو دوت هي تستاهل فيديو لوحده. و throughout حياتي وثroughout حياتنا الحاجات دي احنا بنتحسن فيها ونتعلم منها، فهي طبعا بيبقى ليها اصلا ايه فيديوز لوحدها. بس اخر حاجه هي ان انت لازم تبقى مسلم عالم. العلم نور، والعلم من اكتر الحاجات اللي انت او من احسن الحاجات اللي انت ممكن تدخل بيها البركه في حياتك. ربنا بيبارك وبيرزق وبيساعد اي بني ادم بيسعى للعلم. في علم دنيوي انت تكون عالم بالدنيا ومجالاتها وعارف هنا وعارف هنا وفاهم ايه وفاهم دي وفاهم دي وفاهم دي، وبني ادم كده مثقف وعارف اخبارها وعارف الدنيا ماشيه ازاي. وفي العلم ان انت تكون عارف في دينك جدا، ان انت تكون عالم بالقرآن وعالم جدا بالرسول وعارف دينك كويس. انا حاجه من الحاجات اللي انا عندي بالنسبه لي اكتر حاجه مؤثر فيها في الدنيا، واكتر حاجه مش هقول لك مخوفاني بس عاملاني ديسابوينتمنت من نفسي انا بسعى لها بجد، هي ان انا لو جالي بني ادم ملحد او كافر او ايا كان حياته، او حتى مسيحي او ايا كان يعني عادي، ناس عاديه بتستفسر عن الاسلام. تخيل انت حد من اول بقى ملحد وكافر وكده لحد مثلا عادي مسيحي يجي يقول لك انا اكشلي بفكر في الاسلام،
انا في حاجات كتير قوي عايز اعرفها، في حاجات كتير قوي عايز اسال عليها، وفي حاجات كتيره عايز ايه افهمها. طبعا انت كمسلم المفروض تقول له انت المفروض تروح لشيخ، والمفروض تروح تبقى فاهم الاسئله بتاعتك تبقى في دار افتاء والحاجات دي كلها. بس انت الحاجات دي بتبقى ايه، ما بتجيش كده، عشان كواحد مش مسلم مش هيبقى متقبل كلام من الناس دي، عشان الناس دي بالنسبه له بايظ جدا. فانت كمسلم محتاج تكون عالم جدا عن دينك، ان انت تعرف ترد على اسئلته، تعرف تقول له الصح وليه وازاي، تعرف تحكي له قصص عن الدين بتاعنا، تعرف فاهم، تعرف ترد من الاخر. مش لازم، انت مش سيلز فاهم، انت مش لازم تبقى اللي هو هقول لك فاهم، بس انت برضو لازم تكون عارف ان انت اولا قدوه، ان البني ادم ده لازم يشوف، عشان اوريدي ناس بره، فلازم تشوف، لازم يشوف فيك المسلم الكويس. وبالتالي لما يجي يتكلم معاك انت ما ينفعش يبقى فيه اي نوع من المواجهه، ما ينفعش يبقى فيه اي نوع من الزق، ما ينفعش فيه اي نوع من هو القران قال كده. لازم يكون ليك بس انك بتتكلم من العلم. تعالى قول لي انت عاوز تعرف ايه، كذا كذا كذا، كذا كذا كذا، احنا عندنا في القران بيقول كذا كذا كذا، احنا الرسول بيقول كذا كذا كذا، احنا مش عارفه ايه. ف فتبقى، وده يرجع لموضوعنا برضو، ان انت تبقى قدوه في دينك، ان انت بس ان انت بترد، انت مش لازم تكون بتبيع له فكره انك تبقى مسلم فاهم، بس انك بترد، وبس ان هو شايف اخلاقك وشايف الديسيبلين بتاعك في صلاتك، وشايف الحاجات دي كلها، وفي صلاتك وفي دينك وانك تبعد عن المحرمات، وان انت تبقى بني ادم. انت لو مشيت ورا الدين اصلا انت بتبقى بني ادم تحفه. فبس ان الحاجات دي كلها ممكن تشجعه ان هو يبقى مسلم. تخيل انت حد بسبب علمك عن دينك وعلمك عن الرسول، والعلم ده متجه لاخلاقك والمبادئك والحاجات دي كلها، تدخل حد كمان الاسلام. بس هو ده الفيديو. انا الشانل بتاعتي ما تجيبش فيوز كتير خالص دلوقتي، وهي مش عارف اسمها ايه، مش عارف اسمها جوستد ولا ايا كان، يعني مش بتجيب فيوز كتير قوي. انا الفيديو ده بجد، من الفيديوز ده نفسي تنتشر وهو نوز يعني تغير في او تحسن من حياة حد. بس كده كده ان شاء الله ميبي كمان سنة مثلا انزل الفيديو ده تاني، وانزل كمان ممكن ازود عليها حاجات انا وصلت لها في حياتي، يعني بوينتس زيادة يعني ممكن تكون انا ما كلمتش فيها في الفيديو دوت. وكده كده ربنا معانا، ربنا يرزقنا الطاقة والعلم دوت. وانت كبني ادم، انت كشاب، انت اللي بيتفرج على الفيديو ده، اسعى، اسعى انك تتحسن، واسعى في العلم، اسعى جدا. وايه من الاخر كده، لوكن يعني، ركز، ضحي بالحاجات التافهة، ركز في الحاجات اللي فعلا مهمة، ركز في كل فكرة، ركز في كل خطوة وكل حاجة بتعملها في حياتك. ده اللي انا بحاول على قد ما اقدر اعمله. وزي فكرة الفيديو ده، تحسن على قد ما تقدر في كل حاجة، خليك قدوة للناس من غير ما تحاول، دي حياتك وبس. نشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. لايك، سبسكرايب، و join me في الدنيا دي. بس اشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.